يا كابتن عماد يا عمده، انا عايز اروح البنك ما ارجعش وانا عليا مديونيه، ارجع وانا محقق الارباح ومعايا الثلاث نقط واكسب الدوري. يلا اقول لك هتلعب ازاي. في حراسه المرمى ارجوك نلعب بمصطفى شوبير الماتشين الباقيين. تمام، ادينا شفنا يعني الشناوي خارج تركيزه خالص. تمام، ناحيه اليمين محمد هاني لو مش جاهز هلعب باكرم وامر الله. تمام، ياسر ابراهيم ومصطفى العش عملوا اللي عليهم وزياده في الماتش اللي فات. طيب ناحيه الشمال دي اللي انا عندي فيها معضله معاك، انت دايما بتلعب بكوك، انا مش عايز كوك، انا عايز عمر كمال عبد الواحد. ليه؟ بص يا باشا، عمر كمال عبد الواحد لما ينزل هنا كده ساعتها هيدي الحريه لمين؟ لكابتن اشرف بن شرقي يخش هنا. فانا بالتالي بقى عندي ايه؟ بقى عندي مثلث مكون من اشرف بن شرقي وعمر كمال ومين؟ وامام عاشور. طيب حلو الكلام. نيجي بقى لمعركه نص الملعب اللي انت اصلا بتخسرها في وقت كتير. ليه؟ عشان انا بلعب بالسوليه مع كامل احترامي ليه. انا عشان بلعب بالسوليه بضطر ان امام عاشور يرجع خطوتين لورا عشان يشارك في مرحله التحضير، والسوليه ما بقاش زي الاول. طيب فانا المفروض اعمل ايه؟ العب باحمد رضا لان ده هيساعدني في الخروج بالكوره. مروان بقى في الخروج بالكوره احسن، تمام، واحمد رضا في الخروج بالكوره احسن، فانا بالتالي هدي لامام عاشور حريه ان هو يروح ايه؟ خطوتين لورا. طيب لما امام عاشور يجي هنا لا هيلعب بلاي ميكر صريح، ساعتها بقى يقدر يروح ناحيه اليمين يلعب مع طاهر، تمام، او يقدر يروح ناحيه الشمال ويلعب مع بن شرقي، او يلعب لوسام، ايا كان هكون جبهه هنا او اكون جبهه هنا. انت زي ما انت شفت الجون اللي انت جبته في سيراميكا كان ايه هدفه؟ ان امام وبن شرقي قربوا من بعض ولعبوا 1 2 وراحوا بهجمه. لكن انت بقى تيجي معلش انا اسف في الكلمه تلعب لي بالكوكو، طب ما مش حلو. تيجي تلعب لي بالسوليه، ما هو مش في مستواه، ونقطه واحده هتضيع انسى الدوري. قول لي بقى في الكومنتات كابتن عماد النحاس هيكسب الدوري؟ ولو عايز بقى تشوف خطه الاهلي كامله بقى متكامله خش عندي في البايو اتفرج على الحلقه كامله.